طيب احنا كجمهور زمالك طبعا بعد ما هدينا خلاص وموضوع زيزو انتهى واتاكدنا خلاص ان زيزو نهائيا بقى في النادي الاهلي. بعد ما طبعا راح السفاره الامريكيه وكان بيخلص التاشيره بتاعته عشان طبعا يروح مع النادي الاهلي كاس العالم للانديه. طيب اول حاجه كده بدايه انا عايز اتكلم او اوجه رساله لجمهور نادي الزمالك العظيم اللي انا واحد منهم. احنا هنفضل نحب الزمالك، ما عندناش مشكله خالص في اي لعيب يمشي مهما كان هو مين. الرساله دي طبعا انا زي ما بقول لك انا بوجهها لجمهور نادي الزمالك. اوعى تزعل على لعيب في يوم من الايام. زيزو مش احسن لعيب جه في تاريخ نادي الزمالك. زيزو مش امهر لعيب جه نادي الزمالك. زيزو مش اكتر لعيب خد بطولات في نادي الزمالك. زيزو مجرد لعيب كنت انا بشوف انه لعيب مميز جدا جدا، عقليه كويسه جدا، لعيب محافظ على نفسه، بيتمرن كويس، لعيب مؤدي كويس في نادي الزمالك وسط مجموعه. ولا هو اللعيب ولا هو شيكابالا ولا هو حازم امام ولا هو اللي كان يشيل الفريق لوحده ويجيب لنا بطولات او يبقى هداف الفريق او الكلام ده. فدي رساله الجمهور الزمالك، اوعى تزعل على لعيب مهما كان اسمه هو مين. نادي الزمالك نادي كبير قوي، نادي الزمالك ما بيقفش على لعيب كوره. نادي الزمالك اكبر من اي لعيب. ومش زيزو بس، انا وجهه نظري اي لعيب دلوقتي في الزمالك عايز يمشي انا ما عنديش اي مشكله خالص. انا اقسم بالله بقول لكم الكلام ده انا كجمهور نادي الزمالك وانا لعيب كوره ولعبت كوره. النادي عمره ما بيقف على لعيب مهما كان حتى لو احسن من زيزو. احنا مش من عندنا السنين اللي فاتت دي زي ما شفنا كده ايه عمالقه، يعني مش لعيبه كوره بس، كان في لعيبه اتقل من زيزو بكتير ومشيت الفتره اللي فاتت ونادي الزمالك ما قفلش بابه. نادي الزمالك لسه بيلعب، نادي الزمالك لسه بياخد بطولات، نادي الزمالك لسه واخد من الاهلي سوبر افريقي برغم كل اللعيبه اللي مشيت دي وبرغم كل الازمات، وكان مدربين بتمشي ومجالس اداره بتروح وبتيجي والزمالك مستمر وبياخد بطولات. الزمالك ولا عمره هيتاثر بلعيب كوره مهما كان اسمه هو مين. نادي الزمالك اكبر من اي لعيب. الونش سمعت ان هو جدد، انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، بس انا كنت مع ان الونش عايز يمشي مع السلامه، حسام عبد المجيد عايز يمشي مع السلامه. عمر نادي الزمالك ما هيقف على لعيبه. يا جماعه لازم تبقوا فاهمين الكلام ده كويس قوي. نادي الزمالك كبير، نادي الزمالك كبير بجماهيره ولا بمجلس ادارته ولا باللعيبه اللي بتيجي وبتمشي. جمهور الزمالك هو رقم واحد ونادي الزمالك كبير بجمهوره. فاوعى تزعل على لعيب مهما كان. هنرجع نتكلم في موضوع زيزو تاني. هقول لك ان بعيد عن جمهور الزمالك، خطأ اللي حصل في موضوع احمد سيد زيزو كان من الطرفين طبعا. رقم واحد النسبه الاكبر اداره نادي الزمالك. لما طبعا انا الكلام ده قلته في فيديوهات قبل كده، ممكن احطها لكم دلوقتي لو عايزين. وقلت ان زيزو كانت الغلطه لما جاله عرض رسمي من السعوديه والزمالك كان المفروض ان هو يمشيه، وجاله عرض كان اعتقد بحوالي 6 او 6.5 مليون دولار، يعني كان هيخش في مبلغ محترم. فطبعا نادي الزمالك فرط في العرض ده علشان لا الجماهير وخايف من الجماهير وان ده لعيب مهم في نادي الزمالك. انا لو مشيت دلوقتي الجمهور هيقلب عليا وانا لسه جاي ومجلس اداره جديد، فعايز احافظ على زيزو. طيب زيزو كان طالب منك رقم زي ما انت عارف ان هو بقاله سنه او سنه ونص بيطلب منك الرقم ده في حدود ال 80 100 مليون. طبعا انت كنادي زمالك غير قادر بالمره على المبلغ ده. حتى لو كنت حطيت في زيزو الفتره اللي فاتت دي انت ما كنتش هتقدر تسدده، وكان هيبقى عليك حمل او ضغط كبير قوي مالي عشان تقدر تسدد عقد زيزو. فطبعا الرقم كبير جدا اللي كان طالبه، فكان الاولى طبعا وقلت انا ساعتها اولى ان انت تمشيه. ما عنديش مشكله خالص حتى لو راح الاهلي. لو انت خايف زي ما بيقول ميدو امبارح مع ابراهيم عبد الجواد، قال لك ان الزمالك كان خايف قلقان ان هو يرجع بعد فتره صغيره يرجع مصر تاني، يعني هيروح الاهلي يعني او كده. طبعا يا جماعه انا ما عنديش اي مشكله خالص، يعني لعيب جوه نادي الزمالك ومن جواه رغبه ان هو يروح نادي الاهلي او يروح نادي تاني، يبقى انا ما فيش مشكله استفيد منه ماليا. حتى لو انا هاخده بايدي اوديه للاهلي ابيعه للاهلي. والله العظيم انا وجهه نظري اهو، انا راجل كمشجع زملكاوي بقول لك ان واحد زي زيزو راجل عقده بينتهي والراجل من جواه عايز يروح نادي الاهلي، يا جماعه نوصله. انا ما عنديش مشكله، ولا بقى اوقفه ولا اعمل زي ما الانديه الثانيه بتعمل واوديه واجيبه واجيب المستشار تركي آل الشيخ واعمل حوارات. لا انا يا جماعه اتفضل روح الاهلي. الاهلي عايز تدفع فيه كام؟ عايز تدفع 3 مليون دولار 2 مليون دولار ايا كان الرقم اللي هيدفع ايه، واتفضل يا عم زيزو روح الاهلي.
لكن انت دلوقتي ولا استفدت ان انت بعته للسعوديه وسبته لاخر السنه ووديته الاهلي اللي هو المنافس ببلاش. يعني ثمن الصفقه ببلاش. سيبك بقى من الرقم، الاهلي هيدفع 100 مليون و400 مليون في 4 سنين، سيبك من الرقم ده خالص. انا بتكلم ان انت دلوقتي كنت انا استفدت ماليا كنادي الزمالك من زيزو. انا ما زعلتش على فكره في موضوع امام عاشور نهائي. لما امام عاشور مشي انا استفدت منه، انا راجل واخد 3 مليون دولار، الاهلي راح اشتراه من بره ب 3.5 مليون دولار. الاهلي بقى يتحمل بقى هو نتيجه الارقام اللي بيدفعها، انا مش مشكله. لكن انا كزمالك انا استفدت منه بمبلغ. الراجل مشي وراح الدنمارك، ما مشيش مني مباشر للنادي الاهلي. فلكن موضوع زيزو موضوع كبير، فاحنا لو هنيجي نلوم الاول هنلوم على الاداره ان هي ما قدرتش تستفيد من زيزو، ولا ان هي قدرت تجدد له، ولا قدرت تبيعه من اكتر من سنه لنادي نيوم السعودي باكتر من 6 مليون دولار. فده طبعا ده اللي بلوم عليه في اداره نادي الزمالك، والتاخير قوي، وان انت سايب زيزو اللي هو يتحكم فيك. طبعا انت لما بتسيب اللعيب لحد اخر 6 شهور فهو خلاص هو دلوقتي المتحكم، او في ايده موضوع ان هو يجدد او يمشي، هو بيقعد يلعب بيك، صح كده؟ طيب ده موضوع اداره نادي الزمالك. هنيجي لزيزو بقى. مبدئيا كده زيزو، النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي انت عارف كان بيقول عليك ايه؟ انت بالونه، انت بس ضربات جزاء. وارجع كده للبوستات وارجع اللي كان بيتقال عليك، وامام عاشور لما رمى عليك بالموضوع البالونه البيضاء، وبيمشي مع جمهور الاهلي في الهيصه يعني، ان انت راجل بالونه، وان انت راجل لعيب عادي جدا، والنادي الزمالك اللي نفخك وعمل منك نجم وانت لعيب عادي خالص. ارجع كده الجمهور اللي شايلك دلوقتي وفرحان بيك كان بيقول عليك ان انت بالونه، او ان انت لاعب ضربات جزاء بس. طيب نادي الزمالك كان مخليك كبير، نادي الزمالك كان عامل منك لعيب كبير، انت لعيب مجتهد ولعيب محترم وما نقدرش ننكر ده. انت لعيب كويس في اجتهادك وكامكانياتك وادائك في الملعب، انت لعيب كويس، ما عملتش مشكله في نادي الزمالك طول الخمس سنين اللي كنت موجود فيهم، وده لازم ناكده مليون في الميه. لكن طالما انت جواك رغبه من زمان ان انت تروح النادي الاهلي، فانت مالكش مكان عندي خلاص. انت راجل جاي مرحله اتصيدت في نادي الزمالك وبتاع، بس انت في دماغك حاطط ان انا اروح نادي الاهلي. لو شفنا تامر النحاس الحلقه اللي فاتت اتكلم وقال ان زيزو كان كل سنه بيقعد مع الاهلي ويتفاوض مع الاهلي، بس لحد اخر وقت ما كانتش بتكمل. وخصوصا ان الاهلي كان بيعرف ان هو بيروح يتفاوض مع انديه ثانيه زي بيراميدز وغيره، فالاهلي كان بيصرف نظر. لكن الاهلي دلوقتي لما لقى طبعا فريق خلاص ومفيش نادي، مفيش اي عرض تاني، زيزو ما عندوش اي عرض تاني خالص غير النادي الاهلي، عشان الناس تبقى فاهمه يعني. عشان في ناس كتير يقول لك اصل انا جاي لي السعوديه وجاي لي قطر، ما رحتش ليه السعوديه ولا قطر؟ ممكن يدوك اكتر من الاهلي، فهو ما فيش عرض جاله غير النادي الاهلي طبعا. طبعا يعني نرجع تاني لموضوعنا، هقول طبعا ان زيزو لعيب كويس وكل حاجه وبتاع، بس زيزو ما كانش عنده عروض غير النادي الاهلي. فرجع النادي الاهلي دلوقتي طبعا خلص في زيزو، وانا بشوف ان هي صفقه كويسه للاهلي، ولكن هي مش مجديه للاهلي. انا بشوف ان الاهلي مش في احتياج لاحمد سيد زيزو اكتر من هو واخده كصفقه جماهيريه. الاهلي عمل مشكله كبيره قوي الفتره اللي فاتت دي، وخد القرار اللي هو بتاع الانسحاب وبيدفع ثمنه دلوقتي. فالاهلي عايز يعمل اي حاجه يعوض الجمهور عن ال6 نقط اللي اتفقدوا، او القرار اللي هو مش مدروس من النادي الاهلي، واللي ممكن يبعده بنسبه كبيره قوي عن الدوري. طبعا ده كان قرار خاطئ. فطبعا هنرجع لزيزو، هو الناس دي كانت بتقول عليك ان انت بالونه وان انت لعيب عادي جدا وان الزمالك هو اللي نفخك. لا، الزمالك عملك وخلاك لعيب كبير، وجمهور الزمالك هو اللي خلاك احمد سيد زيزو اللي الناس كلها بتتكلم عليه ويقعد يطلب الارقام دي دلوقتي. انت راجل، انا بشوف ان انت راجل ناكر للجميل، انت ما كنتش واضح. انت كنت تقدر تصر ان انت تروح الخليج او تروح اي نادي تاني، بس انت قررت ان انت تروح نادي الاهلي، بدليل ان انت كل سنه بتتكلم مع النادي الاهلي وما كانتش بتكمل. فانت راجل من جواك انت مش مخلص للنادي، يعني انت من جواك بتلعب وبتأدي وكل حاجه، لكن انت من جواك مش مخلص للنادي. ولو هتتكلم فلوس، ان انت عشان الناس تقول لك الفلوس اللي بتتكلم، نادي الزمالك عرضه ما كانش اقل من النادي الاهلي، ولو اقل هيبقى حاجات بسيطه. لو الزمالك عارض عليك 60 70 80، الاهلي كان عارض عليك 100، الفرق مش كبير بالنسبه لك في سبيل ان انت تبقى لعيب كبير واسطوره في نادي الزمالك وتعمل ارقام قياسيه. اللي بيعمله معاك جمهور الزمالك مش هتلاقيه في اي حته ثانيه. دي رسالتي لاحمد سيد زيزو. كنت تقدر في الزمالك تكون ايقونه لجمهور نادي الزمالك وتفضل علامه محدش ينساك، لكن انت في الاهلي هيبقى زيك زي اي لعيب عادي. الاهلي عنده نجوم كتير في الفرقه، بل بالعكس انت ممكن اصلا ما تلعبش اساسي. انا توقعي ان زيزو مش هيبقى ليه مكان اساسي السنه الجايه في نادي الاهلي.
تريزيجيه هيلعب ناحيه اليمين، وبن شرقي هيلعب ناحيه الشمال، وامام عاشور بيلعب في مكانه رقم 10، وطبعا عندك فراوده. فطبعا زيزو اعتقد هيبقى مكانه مش اساسي في نادي الاهلي، وحتى لو لعب اساسي عمره ما هيبقى بالجماهيريه اللي كان فيها في نادي الزمالك. عشان ما نبعدش عن موضوعنا، دي رسالتي لزيزو. زيزو النادي الاهلي بالنسبه لك هتبقى مرحله وهتمشي وهتعدي وممكن ما تلعبش، لكن نادي الزمالك انت كنت هتبقى اسطوره في نادي الزمالك، وكنت هتكمل مع نادي الزمالك، وفرق الفلوس ما كانش كبير. اعتقد لو انت الزمالك كان عارض مثلا عليك 20 ولا 30 والاهلي عارض عليك 100، كنت اقول لك وانت مغمض روح وانسى اي حاجه. لكن الارقام الفروقات مش كبيره ما بين العروض، ولكن انت في الزمالك لعيب اساسي، لعيب من اهم لعيبه الفريق. كل ده انت هتخسره في نادي الاهلي. هتاخد فلوس زياده لكن هتخسر حاجات كتير قوي. وما تقوليش بقى اصل انا هلعب كاس عالم. هتلعب كاس عالم اخرك هتعمل ايه؟ ودي النقطه برضو اللي عايزين نرجع للنادي الاهلي فيها. طبعا الاهلي بيدفع مليارات المليارات دلوقتي في اللعيبه عشان يقدر يعمل ميركاتو قوي السنه الجايه وعشان كاس العالم وغيره. ولكن طبعا النادي الاهلي انا بشوف ان الارقام دي هي في الهواء. ال 100 مليون اللي انت هتدفعهم في الموسم لاحمد سيد زيزو مش هيضيفوا لك جديد. احمد سيد زيزو ولا هيجيب لك، ولا هو اللي هيجيب لك بطوله افريقيا، ولا هو اللي هيخليك الدوري. الاهلي من غير زيزو بياخد بطوله افريقيا، الاهلي من غير زيزو بياخد الدوري، الاهلي من غير زيزو بياخد الكاس، الاهلي من غير زيزو بيلعب في كاس العالم للانديه. زيزو هيعمل لك ايه اكتر؟ زيزو هيجيب لك كاس العالم؟ مش هيجيب لك كاس العالم. ولازم تبقى فاهم ده كويس. زيزو هيكمل اللي بيحصل في النادي الاهلي، هو مش هيعمل جديد. الاهلي عنده لعيبه كويسه وعنده سكواد قوي، ما كانش وجهه نظري مش محتاج زيزو. ولا زيزو هيفرق مع نادي الزمالك ان هو يمشي، ولا هيفرق مع النادي الاهلي هو ان هو يزوده حاجه، ان الاهلي ياخد بطولات زياده. الاهلي هي البطولات اللي هياخدها. هو الاهلي بس بيعمل حاجه اسمها ضعف المنافس. الاهلي مش عايز ينافس حد، عايز ينافس نفسه، وده انا بشوف بيقلل من قيمه الدوري المصري. الناس فاكره ان الاهلي وبتاع والجماهير الاهلي فرحانه ان احنا بناخد لعيبه مصر كلها وبناخد لعيبه الزمالك وبنفضي نادي الزمالك. انت عايز تاخد بطولات كلها، انت كده بتاخد بطولات، لكن انت كده بتقلل من كواليتي الدوري المصري نفسه. يعني انت دلوقتي راجل بتخلي الدوري المصري مفيش منافسه. بيراميدز ممكن يقعد سنه سنتين وبعد كده يعني ممكن في اي يوم من الايام الراجل يسحب استثماراته ويقول لك شكرا مع السلامه. هتلاقي نفسك بس اللي بتلعب الدوري. فين المتعه؟ فين متعتك انت كجمهور؟ سيبك من النادي. فين متعتك انت كجمهور ان انت قاعد بتلعب عندك نجوم مصر كلها ونجوم الفلوس كلها عندك انت، والنادي التاني ما عندوش حاجه؟ لازم نبقى عارفين الاهلي عنده دخل قوي جدا قوي جدا من رجال الاعمال، عرجاني وغيره. احنا عارفين الارقام اللي بتدفع للنادي الاهلي في الصفقات، واعتقد ان صفقه زيزو دي اكتر من نصها متمول من رجال الاعمال، سواء الشيخ ترك اللي هو اصلا قال واعلن عن صفقه زيزو من فتره، فهو راجل له يد فيها وعارف. العرجاني طبعا عارفين ان هو راجل بيدفع كويس جدا النادي الاهلي. الاهلي عنده دخول قويه جدا جدا من رجال الاعمال، وعنده دخول قويه جدا من البطولات اللي بيقدر يدخلها زي كاس العالم. لو هنرجع بقى في اللي كلامنا عن موضوع كاس العالم للانديه، الاهلي داخله فيما لا يقل عن 10 مليون او 12 مليون دولار. فالاهلي بتدخله فلوس قويه جدا، وده طبعا هيعود عليه ان هو يبقى عنده ميزانيه قويه. ولكن الاهلي عنده ميزانيه ثانيه من رجال الاعمال. نرجع لبطوله كاس العالم للانديه. احنا عايزين نعرف بس ان البطوله دي، لازم تبقى عارف ان البطوله دي معموله كبديل للسوبر ليج اللي كانت عايز تعمل في اوروبا واللي فشلت. كانوا عايزين يعملوا بطوله اوروبا طبعا اللي احنا سمعناه السنين اللي فاتت ان هم كانوا بيحاولوا ان هم يعملوا السوبر ليج، وفي طبعا انديه رفضت كتير جدا. وعايز اقول لك برضو ان الانديه بتاعت اوروبا، الانديه الكبيره هي رافضه اصلا تلعب البطوله دي، ولكن هي كانت معموله بديل للسوبر ليج. ولكن الانديه طبعا عندها مشاكل كبيره جدا بره. الفريق مثلا زي انتر، زي ريال مدريد، زي الفرق الكبيره كلها اللي هتشارك في كاس العالم للانديه، الفرقه دي لعب اكتر من 60 65 70 ماتش في الموسم. فهو بالنسبه له البطوله دي حمل عليه، حمل كبير عليه، وهو مش فارق معاه الفلوس. هو بالنسبه له، احنا بالنسبه لنا رقم ال 10 وال 15 وال 20 مليون دولار دول رقم كبير بالنسبه لنا كانديه افريقيه، اللي هو الاهلي والترجي والوداد وصن داونز، رقم كبير جدا. ولكن بالنسبه لاوروبا هو مش فارق معاه حاجه. هو بالعكس ده هيبقى تقعد معاه البطوله من شهر 6 لشهر 7، الفتره اللي هو المفروض يريح فيها كلاعب كوره. هو بالنسبه له انت بتحطه تحت ضغط اكتر، هو مش فارق معاه البطوله خالص. ولكن هي فرقت كتير جدا
مع النادي الاهلي والانديه الافريقيه ان هم بيخشوا لهم فلوس قويه جدا وبيعليهم جدا على الانديه الافريقيه. يعني انا معلش كنادي ترجي ولا نادي وداد ولا نادي اهلي لما يخش لي 10 15 20 مليون دولار في بطوله زي دي، انا هبقى فين المنافسه بعد كده؟ انا هبقى نادي في بلدي معايا فلوس كتير جدا وبقيه الانديه لا حول ولا قوه. مع احترامي للانديه دي، انديه كويسه كل حاجه، لكن هي مش احسن انديه موجوده ولا هي اكتر انديه تاريخيه موجوده في افريقيا، ولكن بسبب كاس العالم اللي اتعمل ده مفاجئ هيبقى معاهم فلوس كتير جدا. فطبعا اللي انا عايز اقوله، ارجع تاني لموضوع زيزو، ان انا كزيزو انا مش هيفرق معايا، زيزو مش هيجيب لي كاس العالم، الاهلي مش هياخد كاس العالم للانديه. الاهلي اقصى طموحاته ان هو راجل يعمل اداء مميز في الادوار الاولانيه لكاس العالم. لو صعد ده يبقى انجاز تاريخي جدا، اقصى من كده الاهلي مش هيقدر يعمل حاجه في كاس العالم للانديه. اللي هيقدر يقول كده يقول لك لا انا جايب اللعيبه دي عشان اخد كاس عالم، يبقى انت كده مع احترامي ليك انت ما فيش، يعني ما بتفكرش. النادي الاهلي بيعمل اداء، عايز يعمل اداء مشرف، عايز يعمل نتيجه كويسه في ظل ان هو راجل بيلعب مع انديه اوروبا وانديه العالم كلها، الراجل عايز يعمل اداء كويس. ولكن كل المليارات اللي بتدفع من النادي الاهلي في لعيبه كلها يعتبر مصريه او لعيبه عربيه او لعيبه افريقيه، اقصى طموحك هتعمله ايه؟ انت تعمل اداء مشرف وهتخرج من الدور الاول في كاس العالم. مع احترامي للنادي الاهلي طبعا، النادي الاهلي نادي كبير وان هو بيشارك دي حاجه كبيره وحاجه تشرف مصر طبعا، ولكن احنا في الكوره احنا بعيد، احنا بعيد. اوروبا رقم واحد، امريكا الجنوبيه، اسيا، احنا بنيجي بعد الناس دي كلها يا جماعه. فعايزين بس يعني ايه، نبقى فاهمين ان المليارات اللي بتدفع دي في الاخر هي ملهاش قيمه. هي قيمتها الاهلي بياخد افريقيا، هياخد افريقيا تاني وتالت من غير زيزو، من غير تريزيجيه ومن غير بن شرقي، والاهلي بحسين الشحات وطاهر محمد طاهر كان بياخد بطوله افريقيا. ميدو جابر وايام الاهلي كان بياخد افريقيا. فاحنا ما عندناش مشكله خالص يا جماعه، ولكن انت سيب اللعيب، سيب الفرق الثانيه تلعب، خلي في منافسه، انت راجل قوي معاك فلوس، خلي الدوري قوي، خلي فيه متعه. لازم يبقى في ضوابط يا جماعه، لازم يبقى في ضوابط، لازم في سياسه كده ان احنا نقدر نتحكم في المبالغ اللي بتدفع في اللعيبه. ما يبقاش نادي واحد هو اللي بياخد الارقام دي كلها ويدفع الارقام دي كلها والنوادي الثانيه ما فيش. فنرجع تاني لموضوعنا. زيزو موضوعه بالنسبه لي انتهى. الزمالك غلطان، زيزو غلطان. زيزو كان يقدر يجدد نادي الزمالك، ارقام مش كبيره. شفنا محمد صلاح اهو رفض عروض خياليه من السعوديه ومن باريس سان جيرمان عشان يقدر ان هو يعمل تاريخ كبير، وبياخد نفس عقده اللي هو تقريبا حوالي 20 مليون استرليني في انجلترا. الراجل قال لك لا انا هاخد نفس الرقمي، ما عنديش مشكله خالص، وعايز اجدد سنتين واصنع مجد واعمل ارقام قياسيه وابقى ايقونه ليفربول واعمل تاريخ في ليفربول، اسمي يتحفر في ليفربول ما يتشالش من التاريخ. لكن انت يا زيزو انت شلت اسمك من نادي الزمالك وشلت اسمك من تاريخ نادي الزمالك، عمر ما حد هيذكرك، خلاص الموضوع انتهى. انت راجل مشيت في عز ما الزمالك كان محتاجك وعايزك وعارض عليك رقم كبير جدا، ورحت النادي الاهلي ورفضت. سواء انت بقى بسببك او بسبب ابوك، انت راجل المفروض لعيب كبير وعندك عقليه، مش كل حاجه همشي ورا ابويا. معلش مع احترامي ما يجيش ابوك يقول لك انا عايز 30 مليون دولار 30 مليون جنيه في صفقه انتقال ليه هو بس. ليه؟ وليه الاهلي يروح يدفع الرقم ده يا جماعه؟ انتوا شايفين يا جماعه ان يعني انا بتكلم كاهلي واهلاويه اهو، انتوا شايفين ان زيزو وابوه يستحقوا ياخدوا الرقم ده؟ سيبك انت هتدفع بقى ولا رجال اعمال ولا الكلام ده كله، انت شايف كقيمه اللعيب يستاهل الرقم ده؟ انا مش شايف ان هو يستاهل الرقم ده. وانا بشوف ان الزمالك بالذات لو كان عمل كده ودفع الرقم ده في اللعيب ده، الدنيا كانت هتبوظ في نادي الزمالك. نادي الزمالك ما كانش هيشوف حاجه بعد كده. اي لعيب كان هيجي يتكلم دلوقتي هيقول لك انا عايز اجدد ب 40 ب 50 ب 60 مليون، وهيبقى عنده حق. ما انت اديت لي زيزو، اشمعنى انا؟ اي لعيب هيجي يجدد، اي لعيب هيجي لك جديد يقول لك انا عايز اتساوى بزيزو، انا عايز اخد 60 مليون، انا عايز اخد 70 مليون. فكنت هتفتح على نفسك فتحه مش هتخلص منها. الاهلي يمكن الموضوع هيأثر معاه واوضه اللبس وافتكروا الكلام ده، ولكن مش بنفس القوه اللي كان هيأثر بيها في نادي الزمالك، لان الاهلي زي ما قلت لكم عنده مدخولات قويه جدا، عنده رجال اعمال وعنده بطولات بيخش فيها بياخد فيها ملايين الدولارات. ولكن الزمالك ما عندوش الدخول دي. فانا مبسوط، وقلت كتبت على صفحتي يا جماعه، اللي متابع هيشوف ان انا اخر بوست كاتبه يا جماعه، انا الكلام ده من اسبوعين ثلاثه. قلت يا جماعه انا مش عايز زيزو يجدد في الزمالك باي رقم ايا كان هو. خلاص الراجل ده بيبص لحته ثانيه خالص، الحته الماليه دي مش في نادي الزمالك. انت باصص ان انت عايز تاخد رقم كبير وعايز تاخد كل حاجه وانت ما بتديش حاجه. مع احترامي ليك يا زيزو، انت راجل على عيني وراسي لعيب كويس جدا، ولكن انت بتلعب معانا ايه؟ انت بتلعب معانا دوري وبتلعب كونفدراليه.
فما تقوليش انا اخد راجل بيلعب كونفدراليه وعايز تاخد 100 مليون جنيه من نادي الزمالك. ليه؟ ليه؟ عملت ايه تاريخ لنادي الزمالك؟ انت عملت ايه لنادي الزمالك عشان تاخد الرقم ده؟ ما انا باخد مقابل اللي انا عملته، انا عملت تاريخ نادي الزمالك، فانا قاعد رجل على رجل. يا جماعه انا عايز 60 70 مليون جنيه. انا راجل جايب لك 7 دوري ورا بعض، وجايب لك 2 تشامبيونز ليج، وجايب لك كونفدراليه، وجايب لك سوبر، وجايب. لا انت ما عملتش كده. طب احترامي ليك، انت بتطلب الرقم ده ليه؟ والاهلي بيديله الرقم ده ليه؟ الراجل ده تاريخه ايه او مدى امكانياته؟ انتوا كنتوا بتقولوا عليه بالونه. دلوقتي الراجل ده بقى حلو ويدفع فيه الفلوس دي لمجرد ان انا عايزه عشان ما يبقاش في نجم في الزمالك جامد او في لعيبه كويسه في الزمالك فانا لا اجيبه عشان اضعف المنافس. فللاسف هي دي الكوره في مصر، وهنفضل مكملين كده للاسف. خلاص يعني وزي ما قلت لك الرساله اللي عايز اوصلها لجمهور نادي الزمالك، يا جماعه نادي الزمالك ما بيقفش على لعيب. بصوا للتاريخ، الزمالك هو اللي بيصنع اللعيب. انا عايز الزمالك يمشي بالسياسه دي. اللعيب اللي عايز يكمل في الزمالك يكمل، اللي مش عايز يكمل احنا بنيجي كده قبل نهايه عقده بموسم ونص نقعد معاه. انت دلوقتي عايز ايه؟ انت بقيت عملناك نجم اهو دلوقتي. ده راجل حابب تكمل معانا ولا حابب تمشي؟ تمشي مع السلامه واستفيد بيه. الراجل ده بقى يجيب لي دلوقتي 2 مليون دولار، يجيب لي 3 مليون دولار، استفيد بيهم، ابني بيهم على فرقتي واشتري غيره واعمل غيره. ابقى نادي كده. انا ما عنديش مشكله والله، انا كنادي زمالك ما عنديش مشكله ان انا ابقى كده. مش عايز اروح اجيب لعيبه بملايين الملايين والراجل ده عشان يجيب لي بطولات. لا يا باشا، انا مش عايز الكلام ده. انا عايز اجيب لعيبه انا اصنعه. عايز اجيب لعيب صغير في السن وانا اعمل لعيب زي ما عملت زيزو. انا اللي عملت زيزو، وانا اللي عملت مصطفى محمد، انا اللي عملت بن شرقي لما كان جاي مشطب، انا اللي عملت ساسي، انا اللي عملت طارق حامد، انا اللي عملت الونش اللي هو دلوقتي بيطالب وكان بيتكلم مع النادي الاهلي. انا ما اعرفش نيته وانا ما اعرفش جواه ايه الونش، وما اعرفش هو فعلا قعد مع الاهلي واتفق ولا لا، بس هو دلوقتي هو جدد في الزمالك، ولكن انا ما اعرفش جواه ايه، بس انا اللي عملته. انا اللي عملته حسام عبد المجيد. ما عنديش اي مشكله يا جماعه خالص ان انا اللعيب اصنع لعيب، واللعيب ده قبل ميعاده ينتهي معايا بموسم ونص اقعد معاه. انت حابب تكمل نادي الزمالك بامكانياتي؟ اتفضل. انت مش حابب تكمل بامكانياتي كنادي زمالك؟ انا ما عنديش مشكله، تتفضل وانا اتشرفت بيك وانا صنعتك وكسبت من وراك فلوس زي امام عاشور كده بالظبط. انا راجل قعدته معايا سنه امام عاشور ده انا اشتريته مليون جنيه مصري، بعته ب 3 مليون دولار، يعني فيما لا يقل عن حوالي 150 مليون جنيه. فمعلش مع احترامي ليك، انا استفدت منك. عايز تروح الاهلي روح، خلاص يا بص، انت ولا هتزود الاهلي حاجه ولا هتنقصه حاجه، بس انا استفدت من وراك، اقدر اجيب مكانك لعيب. لكن انا دلوقتي مشيت زيزو ما استفدتش منه حاجه، ما استفدتش منه فلوس. سيبك من زيزو وقيمته فلوس. انا راجل بفلوسه دي كان ممكن اشتري لعيب تاني واعمل لعيب تاني وتالت ورابع وما عنديش اي مشكله خالص. ميدو اتكلم في الموضوع ده امبارح مع ابراهيم عبد الجواد، قال احنا مش هنغلط غلطاتنا اللي فاتت. اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك ما يغلطش غلطاته اللي فاتت. لازم الزمالك يفكر في اللي جاي اكتر. ما عنديش مشكله في اللي فات خلاص، واللي مشي والله ما زعلان. انا زعلان ان انا ما كسبتش من وراه فلوس. سيبك من زيزو روح الاهلي، والله ما هيفرق حاجه مع الاهلي، ولا هيزود الاهلي حاجه ولا هينقص الاهلي حاجه. الاهلي كده كده نادي كبير، الاهلي كده كده بياخد بطولات وهيفضل ياخد بطولات. زيزو من غير زيزو، بامام عاشور من غير امام عاشور، الاهلي هياخد بطولات. لكن انا كنادي زمالك انا زعلان ان انا ما استفدتش من زيزو، ان هو يمشي بعد ما انا عملته لعيب كبير، ان انا امشيه في الاخر ببلاش. دي اكتر حاجه تضايقني انا كمشجع زملكاوي. فاتمنى ان هو الاداره تتدارك الموضوع ده ويتعلموا من اخطائهم. احنا كده كده بنتعلم وهنفضل نتعلم. اداره نادي الزمالك لازم تتعلم، وانا مش معنى اقول لك الاداره تمشي دلوقتي. لا، مش هسمع اداره تمشي يا باشا، مش هسمع اداره تمشي. يعني ايه اداره تمشي؟ وهتروح تجيب مين؟ هتجيب مجلس مؤقت ونفضل قاعدين في الدايره اللي كنا بنعمل فيها تاني؟ مجلس مؤقت مش عارف ياخد قرار، خايف اصل انا همشي بكره، اصل انا همشي بعده، لا هيجددوا لي، لا يا جماعه، مجلس اداره ما يمشيش. مجلس اداره يتعلم من خطأ، وهننتقدهم وهنفضل ننتقدهم لحد ما يصلحوا من اخطائهم ويتعلموا. هو ده النجاح. ميدو اتكلم صح. انا وجهه نظري ميدو من احسن الناس اللي بتشتغل في نادي الزمالك، وانا عندي كلمتي. سيبك من الناس اللي بيقول لك هو اللي بوظ صفقه زيزو لو عايز يجدد في الزمالك مش هيبص لحاجه وهيجدد في الزمالك. كان من اول جلسه ثاني جلسه كان هيجي هو بول، هو رفض الجلسات لان هو ماضي من بدري. انت راجل ماضي من بدري ومخلص كل حاجه، فما تتلعبش في نادي الزمالك. لكن راجل ميدو راجل شغال، راجل راح جاب لك صلاح مصدق، راح جاب احمد الجفالي، جاب بيسيرو، عمل انقذ الموقف. فمش لوحده طبعا، وفي لجنه تخطيط كامله، ولكن ميدو شغال كويس. ميدو شغال كويس في نادي الزمالك. اتمنى ان هو يساعد الاداره، والاداره تتدارك الموقف وتصلح من اخطائها، تشوف عقود اللاعبين ترجع تاني، وتشوف اللعيبه اللي عقودها قربت تخلص وتبتدي تفاوض معاها. راجل حابب تكمل، مش حابب تكمل هعرضك للبيع.
واكسب منك فلوس. محمد السيد لسه طالع او عيل صغير، عايز تمشي ورا الاهلي ما عنديش مشكله، اوديك بايدي لنادي الاهلي واتكلم على ده. انت عايز محمد السيد ادفع، ما عنديش مشكله خالص من دلوقتي. راجل لسه في عقده اهو سنه ونص ولا سنتين محمد السيد. كذلك حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد اقعد مع نادي الزمالك دلوقتي، عندك سنتين، لسه سنتين ونص في عقدك، ولكن اقعد معاك من دلوقتي. عايز تمدد عقدك ولا عايز تمشي من دلوقتي، انا ما عنديش اي مشكله خالص. هو النادي الكبير بيتعامل كده، ما عنديش مشكله ان انا اصنع لعيبه، اعمل زي ارسنال يا سيدي، اقعد سنه سنتين ثلاثه ما اخدش بطولات، ما عنديش مشكله خالص، بس اعمل فريق اصنع لعيبه واطلعها. مش عايز اشتري لعيبه بملايين الملايين، انا مش عايز الزمالك يروح يشتري امام عاشور، مش عايز الزمالك يروح يشتري يدفع 3 مليون دولار، انا مش عايز كده. انا اجيب لعيبه حتى لو لعيبه من افريقيا، اروح اجيب لعيبه صغيره واصنعها وابيعها، ما عنديش مشكله خالص. ما عنديش مشكله، احسن ما لعيب عندي يجي يمشي ببلاش. انا كده كده نادي الزمالك هاخد بطولات، انا نادي كبير، وانا يا سيدي راضي بالبطولتين بالثلاثه، كل موسمين ثلاثه اخد بطولتين ثلاثه، ما عنديش مشكله يا سيدي. بس انا اسم نادي الزمالك، انا بحب نادي الزمالك كده، انا بحب نادي الزمالك بادائه، احب اتفرج على نادي الزمالك، ما هو ده اللي انا بحبه. ولا والله بكتر البطولات، ولا انا عايز اخد 100,000 دوري، ولا اخد 100,000 افريقيا، ولا الكلام ده خالص. انا عايز اشوف نادي الزمالك استمتع. انا بحب اتفرج على الكوره، انا شجعت الزمالك عشان حازم امام. حازم امام كان بيمتعني كوره، خلاني اشجع نادي الزمالك. مع احترامي النادي الاهلي، نادي كبير زي ما قلت وكل حاجه وعلى راسي وبحترمه، ولكن الاهلي ما عندوش متعه كره القدم. الاهلي عنده عايز ياخد بطولاته بس، هو متارجت كده. الاهلي انا اخد البطوله دي واخد اللي بعدها واخد اللي بعدها، اداء مش اداء ما عنديش مشكله. زي دلوقتي الاهلي اهو بيوصل كل مره بطوله افريقيا، بيوصل للنهائي وبياخد البطوله، ممكن تلاقي طول البطوله كلها ممكن يعمل ماتش اداء كويس او ماتشين، بقيه الماتشات كلها تلاقي اداؤه وحش جدا. لكن انا كنادي زمالك، انا راجل كمشجع زملكاوي، انا الكوره دي للمتعه، الكوره للمتعه. الكوره يا جماعه ولا هي نتخانق ولا زيزو راح ولا جه، هي بكل سهوله عايز تمشي مع السلامه، هات الفلوس ومع السلامه، استفيد منه فلوس ويمشي. بس هي دي الكوره دلوقتي، انت في عصر الاستثمار، انت في عصر الفلوس. لعيب يمشي ما عنديش مشكله، يمشي اتفضل، وانت عايز راجل بصيت لي الفلوس مع السلامه، روح بص للفلوس، بس انا كمان استفيد منك. هو ده انا وجهه نظري في كده. ما عنديش مشكله، اللعيب اللي عايز يجدد في الزمالك يجدد، اللي مش عايز مع السلامه وشكرا جزيلا، وقضيت معانا فتره كويسه قوي. نادي الزمالك نادي كبير، كده كده هياخد بطولات، يعني كده كده هياخد بطولات. فانا ما تقوليش اصل اللعيب ده هقف على لعيب، لا، الزمالك يستثمر في لعيبته. من الاخر وملخص الكلام اللي انا بقوله، ان الاهلي نادي كبير ما عندوش مشكله هياخد بطولات بزيزو او بغيره، ولكن بيضعف قيمه الدوري المصري، بيضعف المنافسه. رسالتي لاداره نادي الزمالك، لازم تتدارك الخطا وما تقعش في الخطا مرتين. نادي الزمالك نادي كبير، نادي الزمالك نادي جماهيري، جمهور الزمالك هيفضل مكمل، احنا كجمهور هنفضل ندعم، ما عندناش مشكله خالص. حتى لو النادي فضي من اللعيبه الكبار كلها، ما عنديش مشكله ان انا اعمل فريق من الاول وجديد، ولكن يفضل اسم نادي الزمالك نادي كبير بيستثمر في اللعيبه، ما بيخسرش، ما بيمشيش منك لعيب بسهوله كده. حتى لو عايز يروح الاهلي وصله بايدك لنادي الاهلي، بس يستفيد منه فلوس، انا ما عنديش مشكله خالص. ونتمنى كده التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك الفتره الجايه ويكون افضل. الزمالك اعتقد ان هو فرصه يعني في البطولات السنه دي انتهت، لازم تخطط للموسم الجديد. الزمالك خرج من الكونفدراليه، فرصته صعبه جدا في الدوري، يمكن عنده امل ولو بسيط ان هو يقدر ياخد المركز الثاني ويلعب بطوله افريقيا السنه الجايه، وعنده نهائي كاس مصر قدام بيراميدز، وعارف ان ده صعب برضه وهتلعب على اخر امل. لكن انا رايي انا اخطط للموسم الجديد زي ما قلت لك، استثمر في اللعيبه، ابتدي اجيب لعيبه صغيره، ابتدي اعدل العقود، ابتدي اشوف اللعيبه اللي عايزه تقعد واللي عايزه تمشي. ما قعدش لعيب لحد اخر عقده عشان اقعد اتحايل عليه. انا نادي الزمالك ما اتحايلش على حد، نادي الزمالك اللعيبه اللي تتمنى تلعب في نادي الزمالك، لكن ما اتحايلش على لعيب عشان يقعد في نادي الزمالك. ده ملخص كلامي، وبتمنى التوفيق لنادي الزمالك، وبتمنى التوفيق لنادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وبتمنى التوفيق لزيزو في الطريق اللي هو اختاره. ده وجهه نظري، ربنا يكرمه. الراجل ده ادى مع نادي الزمالك 5 سنين، ما عنديش مشكله خالص، ولكن هو مشي بطريقه وحشه، خسر جمهور نادي الزمالك، خسر تاريخه مع نادي الزمالك. شكرا.